السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. الكيك ديالنا سهل في التحضير وطريقة سهلة واقتصادية. غادي نوجدوها ان شاء الله باذن الله بطريقة ومقادير في نفس الوقت. عندي هنا الخليط ديالي، درت فيه 3 المعالق ديال بودرة الكاكاو، كاس ديال زيت نباتية ديال العنبة، نص كاس ديال سنيدة طبيعة الحال ديال العنبة، 3 الخمارات حمرين و3 بيضين و3 ديال البيضات وقبيصة ديال الملحة. صافي هادشي اللي كنديرو، وكنديرو 3 ديال البيضات، الا كانوا صغار غنديرو 3، كانوا كبار غنديرو فوق 2. صافي وغنخلط الخليط ديالي مزيان مزيان مزيان، نبقى نخلط. بغيتي تخلطي بمولينكس، بغيتي تخلطي بالطراب اليدوي، بغيتي باش ما بغيتي تخلطي. انا خلطت هنا بيدي، كنت مزروبه صافي دغيا دغيا خلطتها. صافي من بعد ملي نخلطها ونحاول نحل الحبيبات مزيان، وبطبيعه الحال السر ديال الكيك ديالنا باش يوجد ملي نخلطوها هكذا عاد نضيفوا ليها ريبي جميله. رايبي جميله غنضيفوه هو الاخراني حتى نخلطوا كلشي وعاد نضيفوها ونبدا نخلطوا. ومن بعد عاد غادي نبداو نضيفوا الطحين ان شاء الله بشويه بشويه. الطحين كيبقى حسب الخليط، يعني عينك ميزانك، ما غنقدرش نقول لك شحال، ولكن انا بصراحه ضفت 3 الكيسان ديال العنبه، يعني ماشي مقببين غير مسطحين، ولكن زدت في الاخر واحد 2 معالق ديال الطحين، يعني على حسب الطحين. كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش، كيبقى هكذا. المهم تكون عندنا الخليط ديال الكيك، تكون عندنا ما ثقيله ما خفيفه ان شاء الله. دابا غنضيفوا الطحين، غنضيفوا. انا كندير عيني ميزاني صراحه في بعض المرات، ولكن هاد المره حيت كنت ضفت البودره الكاكاو درت 3 الكيسان ما عامرينش، ولكن في التالي ضفت واحد 2 معالق ديال الطحين. المهم غنخلط الخليط ديالي مزيان حتى تندمج ليا العناصر مع بعضياتها مزيان ومع الخليط ديال الطحين. صافي ومن بعد غادي ناخذ واحد المول اللي بغيتو. عندكم الطويل غديروه، عندكم مربع ديروه، عندكم مستطيل ديروه، عندكم الداير ديروه. انا درت مول هكا مدرج في الجناب، المهم حتى هو داير، ولكن راه على حسب يعني كل واحد وكيفاش كيبغي الكيكه تحط له في هذا. من بعد انا زفت كان مازال كنضيف الطحين، غادي نخلط مزيان صافي. ومن بعد غادي ندهن المول ديالي بالزبده مزيان، وغادي ندير ليه الطحين. هانتوما معايا. من بعد ما غنكمل الخليط ديالي مزيان، حيت انا خلطت غير بيدي، خصني ضروري نخلط مزيان ونحاول نفكك دوك الحبيبات ديال الطحين وبودره الكاكاو، كتكون اصلا محلوله، غير الطحين اللي تيبقى شويه باقي تيبقى مكركب. نحاول ندير نحلها مزيان. هانتوما كتجي على هاد القوام، يكون بحال هكا، ما ثقيل ما خفيف، باش كتجينا الكيك روعه ان شاء الله باذن الله. دابا كي قلت لكم غنكون موجده انا المول ديالي، راني دهنته بالزبده وهذا فنته في الطحين هكا، درت عليه الطحين وصافي وسستو. دابا غادي نوضعوا فيه الكيك، العجين ديال الكيك ديالنا ان شاء الله. صافي من بعد غادي نضيف العجين ديال الكيك في المول. صراحه كنت مزروبه وصافي قلت لها نصورها وصافي، يعني كنت مزروبه يعني ما وخصني ضروري نوجد الكيك. صافي هي هذيك درت بطريقه يعني واخا انها مبسطه، ولكن ان شاء الله غادي يكون خير. غناخذ هنا ماروخه، خديت انا غير 3 ديال الطروفه د ماروخه، وإلا عندك كتر راه ديري كتر كتجي زوينه. المهم غادي قطعتها بحال هكا صغيورين صغيورين وضفتها غير من الفوق صافي. وغادي نسخن الفران ديالي مزيان، وغادي من بعد ملي بغيت نطيف نطرح الكيك غادي نقص عليها البوطه وغنخليها حتى طيب على خاطرها عندها 45 دقيقه. 45 دقيقه كتخرج الكيكه طيبه من الفوق من الجناب من جميع النواحي، كتخرج رائعه. ومن بعد مني غادي نخرجها ان شاء الله وغادي طيب ليا الكيكه ديالي. غادي نحاول غادي ندهنها بشويه د العسل اولا الكونفيتير اللي عندكم، وغادي ندردر عليها من الفوق الكوك. كتجي حتى هو بهاد الكوك كيجي كيعطي واحد المذاق زوين. انا صراحه كيعجبني الكوك، كنديرو حتى في الكيك العادي، ولكن هنا ما كانش عندي شي حاجه باش نزوق، قلت عندي الكوك غادي ندير ليها غير العسل، ودرت من الفوق دردرت عليها الكوك. ولكن راه جات رائعه صراحه ومذاق لذيذ. ان شاء الله باذن الله هانتوما معايا وغتشوفوا النتيجه النهائيه ديال الكيك ديالنا.
اذا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوها، وغادي تشوفوا المذاق ديالها كيجي رائع رائع وخفيفه. وان شاء الله نتمنى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله، الى فيديو جديد، وصفه جديده وفيديو اخر ان شاء الله باذن الله. خليتكم على خير، نتلاقاو على خير وبخير، في امان الله.